حبت الفن من طفولتها وتمكنت من الظهور على الشاشة من الباب الكبير من خلال برنامج ماما سميحة، وحصلت على درجة فنانة بامتياز في سن 21. الفنانة مشيرة إسماعيل اتولدت في 15 يناير سنة 1952، وكان والدها ضابط شرطة، وتوفى وهي لسه عندها 9 شهور. بدايتها في السينما كانت مع المخرج حسين كمال لما منحها دور في فيلم البوسطجي وكان لسه عندها 15 سنة. وبعد كده شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وأبرزها فيلم أسكوريني وفيلم إحنا بتوع الأتوبيس مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وفيلم تزوير في أوراق رسمية، وغيرها من الأعمال الناجحة. وكان آخر أفلامها مع الفنان محمود حميدة في فيلم يوم من الأيام سنة 2017. والفنانة مشيرة إسماعيل قدمت عدد قليل من المسرحيات، لكن عروضها المسرحية فضلت راسخة في أذهان الجمهور، ومنها الواد سيد الشغال مع الفنان الزعيم عادل إمام. قدمت دور سحر السكري في مسرحية العيال كبرت، وبعد كده قدمت عدد من المسرحيات زي لا مؤاخذة يا منعم وكلام خواجات وأزواج بلا ماضي. وفي أواخر الثمانينات اتجوزت الفنانة مشيرة إسماعيل من الفنان علي الحجار بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهم. والدتها كانت رافضة الجوازة بسبب ظروف الفنان علي الحجار، وجوازهم ما استمرش غير 2 سنين، وبعد كده انفصلوا رغم قصة الحب اللي جمعت ما بينهم.